تخيلوا كده معايا لو الديناصورات كانت لسه عايشة وما انقرضتش، وكمان بيقدروا يطوروا من نفسهم لحد ما بقوا مخلوقات ذكية جدا. فتعالوا نشوف عيلة هنر ازاي بيتعاملوا مع العالم حواليهم وبيعيشوا احلى لحظات حياتهم، وبالذات لما جالهم باك وليبي. وطبعا ما نقدرش ننسى قلب مامته وباباه ارلو اللي كان اصغر واضعف واحد في العيلة، وبنلاقيهم كلهم كانوا عايشين مع بعض في مزرعة صغيرة عند جبل سن. وبتعدي الايام وبيبدأ كل واحد منهم يقوم بدوره في المزرعة، والام كانت بتحاول انها تشجع ارلو يعمل شغله زي اخواته. وزي ما انتم شايفين شكله كده كان بيخاف من خياله لدرجة انه كان بيترعب حتى من الطيور اللي كان دوره ياكلها كل يوم. وساعتها هنري بينصحه انه لازم يسيطر على نفسه قبل ما حياته تضيع منه في ثواني. وبعدها اهله بينجحوا انهم يصنعوا صومعة مليانة بمخزون من الاكل يكفيهم في موسم الشتاء، وبكده بيقدروا يحطوا بصمتهم عليها لانهم قدروا يعملوا انجاز عظيم جدا. وده بيخلي باك بيحاول بايده واسنانه انه يخلص مهمته لحد ما فعلا بينجح انه يحط بصمته. وبعدها ارلو كان بيحاول هو كمان يبقى جامد زي اخواته، لكن للاسف بيتشغل مع باك في الموقف اللي حصل له. وساعتها بيغضب جدا لما بيكتشف انه كان عامل فيه مقلب، بس الحمد لله اهله بيتدخلوا في الوقت المناسب وبينقذوا الموقف. وبيقرر هنر انه ياخد ارلو معاه في رحله ليليه، وشكله كده كان عايز يعلمه ازاي ممكن يتغلب على خوفه. وهنا بينصحه انه يتعامل بهدوء مع الحشره القريبه منه عشان يقدر يشوف جمالها الحقيقي. وفعلا بيستمتعوا جدا وسط كل الحشرات المضيئه حواليهم، وبيتفقوا كمان ان قدامهم مهمه هتخليه يعرف يحط بصمته على الصومعه زي اخواته. وتاني يوم هنر بيعرفه انه لازم يمسك حرامي المخزون، وبيظبطوا فخ محترم يقدر من خلاله يقوم بمهمته المطلوبه. وزي ما انتم شايفين ارلو كان عامل فيها زي غفر السواحل، واول لما بتوع الفريسه قدامه كان بيقدم خطوه ويرجع 10. وساعتها بيصعب عليه لما بيلاقي انه طفل بشري صغير، وكمان بيسيبه يهرب من كتر ما كان خايف على نفسه. وهنا باباه بيصمم انهم يلحقوه قبل ما يختفي بعيد عنهم، وبيفضلوا ماشيين جنب النهر عشان ما يتوهوش عن طريق البيت. وفي اللحظه دي ارلو كان بيحاول يتغلب على ضعفه لدرجه انه من كتر التعب بقى مش قادر انه يتحرك من مكانه. وعلى طول هنري بيعتذر له انه ضغط عليه بالشكل ده. ولسوء الحظ العاصفه بتبقى قويه جدا وشكلها كده مش هتعدي على خير. وللاسف بعد ما بيفقدوا هنري بيكون الحمل كله على الام، ومن هنا بيحس ارلو بالمسؤوليه تجاه عيلته في شغل المزرعه. وساعتها بيتفاجئ بنفس الطفل تاني جوه الصومعه بتاعتهم، لكن المره دي مش بيكون ناوي يسيبه غير لما يخلص عليه، لدرجه انه مش بيحس بنفسه غير وهو واقع في النهر. وبيروح في دنيا تانيه لما الميه بتشيل وتحط فيه يمين وشمال. والحمد لله الموج بيهدفه على صخره بره الشط، وبيقدر انه ينجب عمره بعد كل اللي حصل فيه. وبعدها بيفضل يحاول انه يستكشف المكان حواليه، وبيطمن اول لما بيشوف النهر لانه اكتر علامه مميزه للبيت. ويا عيني عليه كان قرب خلاص يموت من الجوع، وبيفضل يحاول باي طريقه انه يوصل لشجره التوت لحد ما بيلاقي نفسه واقع على بوزه وسط الصخور، وما بقاش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي لوحده. وتاني يوم بيتفاجئ ان في حد حفر الارض وساعده، وبكده بيقدر انه يقوم من تاني عشان يكمل طريقه. وللاسف حاله الجو بتكون مش مناسبه لاي حاجه، وده بيخليه يعمل اي مظله عشان تحميه من المطر. وساعتها بيحس ان في حاجه غريبه بتتحرك ناحيته، والظاهر كده ان الطفل ده مش ناوي يسيبه في حاله. وبيلاقي انه كان بيحاول يجيب له اي حاجه ياكلها، بس ارلو ما كانش فاهم اي حاجه من اللي بتحصل حواليه، لحد ما بيجيب له عنقود من التوت اللي كان نفسه فيه. وطبعا بينسى اي خلاف بينهم، والمهم انه كان يوصل للشجره نفسها. وفعلا بيروحوا مع بعض في مغامره للبحث عن التوت، وزي ما انتم شايفين ارلو كان مسلم له نفسه على الاخر. وما شاء الله على الطفل ده وعلى ذكائه، وبيعمل مع صاحبنا جسر بري بيقدروا يوصلوا منه لهدفهم. لكن الظاهر كده كان حاسس ان في خطر حواليهم، والحمد لله بيقدر انه يتخلص من التعبان بكل شجاعه. وساعتها بيطلع لهم حيوان ضخم شكله عجيب جدا، وبيفضل يحكي لهم حكايته مع باقي الحيوانات الصغيره. وطبعا عينه كانت على الطفل عشان عايز يضمه للفريق بتاعه في الغابه. وفي اللحظه دي ارلو بيكتشف انه حتى ما يعرفش اسم صاحبه، بس بعد محاولات كتير بيقدر يعرف انه اسمه سبوت. وبيكملوا طريقهم وهم في قمه الاستمتاع مع بعض، وارلو بيشوف حاجات ما كانش عمره يعرفها قبل كده، لكن كالعاده خوفه بيخليه انه يقع في النهر من تاني. وهنا سبوت بيعلمه ازاي يعوم من غير اي خوف. وبالليل ارلو بيعمل معاه زي ما باباه كان بيعمل معاه، وبيستمتعوا بجمال الحشرات المضيئه جوه الزرع. وبعدها بيحس قد ايه انه مفتقد كل عيلته، وبيحاول يفهم سبوت باي طريقه معنى كلامه. وساعتها بيكتشف ان هما الاتنين حالهم زي بعض، وان هو كمان حاسس انه وحيد من غير اهله. وطبعا مش قادر احكي لكم ازاي ارلو بتتقلب عليه المواجع، وبيفضل صاحبه يحاول انه يواسيه ويهون عليه. وبعدها بتقوم عاصفه من العيار التقيل شبه اللي حصلت له مع باباه، وده طبعا بيخليه يحاول انه يهرب من كل حاجه حواليه. وتاني يوم بيكون مرعوب من فكره عدم وجود النهر قدامه، لان ده اكتر علامه بتطمنه انه هيعرف يرجع البيت من تاني. وساعتها بيحاول انه يستغيث بمجموعه من الطيور اللي ما صدقوا انهم يعملوا نفسهم جامدين في مساعده اي حد ضعيف. وطبعا ارلو كان كل همه انه يساعدوه يوصل للطريق، لكن الاول بيطلبوا منه انه ينقذ معاهم حيوان محشور تحت الانقاض. وهنا للاسف بيكتشف انهم كانوا بيضحكوا عليه عشان يعملوا لنفسهم وجبه شهيه. ومش كده بس، ده كمان بيكون هدفهم يستولوا على سبوت، وبيفضلوا داخلين في مطارده كبيره معاهم وربنا يستر عليهم. والحمد لله الديناصورات العملاقه بتتدخل في الوقت المناسب، وبيحاولوا يطمنوا ارلو بعد
بعد ما بيعملوا الصح مع الطيور المفترسة، وساعتها بيطلب منهم يساعدوه يرجع على طريق البيت، لكن هم كان كل عقلهم مشغول مع القطيع المسروق منهم. وهنا أرلو بيقترح عليهم ان سبوت ممكن يدلهم على مكان القطيع، وفعلا بيطلع ابن عفاريت وعنده حاسة الشم مفيش منها اتنين، وبياخدوا بعضهم طيران عشان يلحقوا ينقذوا الموقف، وبيكون كل اللي ناقصهم انهم يوصلوا للحرامية، وبيتفقوا مع أرلو على خطة يقدروا من خلالها يوصلوا لهدفهم، وبتكون مهمته انه يصرخ عشان يلفت انتباه الحرامية. وطبعا سبوت بيساعده لان صاحبنا الرعب ما كانش سايبه، وما شاء الله عليهم بيقدروا انهم يعملوا المطلوب 100. وهنا بتقوم معركة كبيرة بين الديناصورات وشلة الاشرار عشان يقدروا انهم يحرروا القطيع بتاعهم. وزي ما انتم شايفين أرلو بيقدر انه يتغلب بشكل كبير على خوفه، وبينجحوا كلهم مع بعض انهم يعملوا اللي عليهم وزيادة، وده بيخليهم يحسوا بشجاعة أرلو وصديقه سبوت. وبتبدأ الديناصورات العملاقة تحكي لهم عن اقوى مغامراتهم، وطبعا مش قادر احكي لكم عن الحماسة واللهفة اللي موجودين جوه كل واحد فيهم، وخصوصا بقى لما الديناصور الاب بيحكي عن مغامرته مع التماسيح، وانه قدر يتغلب على كل مخاوفه وسط التحديات الصعبة، وفي الاخر بيعترف لهم انه مهما كان مرعوب لازم انه يواجه خوفه وينتصر عليه. وفي نفس الوقت أرلو بيحس انه محتاج يرجع لاهله قبل ما يبدأ الشتاء، وعلى طول بياخدوه على الطريق زي ما اتفقوا معاه، وساعتها عينه بتلمع من الفرحة اول لما بيشوف جبل سن. وهنا بيودعوه بعد ما قدروا انهم يطمنوا عليه، وبنلاقيه بيعيش مع سبوت اسعد اللحظات في رحلتهم، خصوصا انه فاضل خطوات قليلة بينهم وبين البيت، وفي الطريق بيوصلوا لاعلى قمة الجبل وسط السحاب، وطبعا بيكونوا مبهورين بسحر الطبيعة اللي شايفينها قدامهم. وفجأة بتقوم عاصفة مدمرة ما كانوش عاملين حسابها، والظاهر كده ان كلها لبش ومش هتعدي على خير، وللاسف الطيور المفترسة بتهاجمهم عشان تاخد سبوت، وكمان يا عيني بيعملوا معاه الجلاشة. وبعد ما بيغيب عن الوعي بيقدر انه يشوف باباه في الحلم، وبيحكي له ان سبوت محتاج مساعدته في الورطة دي، وساعتها بس بيستوعب ان هو في عالم تاني غير الواقع، لكن بيفضل يحكي لباباه عن اهمية وجود سبوت في حياته، وعشان كده بيفضل يشجعه انه لازم ينقذ صاحبه، خصوصا بعد ما اتاكد ان بقى عنده قوة كبيرة جواه. وعلى طول بنلاقيه بيتحدى الظروف الصعبة حواليه، وبيبدأ بكل شجاعة انه يدور على سبوت في كل مكان، لحد ما بيقدر انه يوصل لمكانه مع الطيور المفترسة، وبيدخل في معركة جامدة معاهم ما يعلم بيها الا ربنا. والحمد لله زي ما انتم شايفين بيعمل معاهم فوق الصح، لكن للاسف فيضان النهر بيكون حاجز بينه وبين صاحبه، ويعيني عليهم كل ما يخلصوا من حاجة تطلع لهم حاجة تانية اصعب منها. وطبعا أرلو كان بيحاول بايده واسنانه انه ينقذ الموقف، وخصوصا ان حالة سبوت كانت تقطع القلب. واخيرا الحمد لله بيقدروا انهم يتجمعوا مع بعض من تاني، وبيوصلوا لبر الامان بعد كل المخاطر اللي مروا بيها، وبيكملوا في طريقهم لحد ما بيوصلوا عند جبل سن. وفجأة بيقابلوا مخلوقات بشرية شكلها نفس شكل سبوت، وساعتها بيكون لسه مش فاهم ولا عارف هم مين، لكن بسرعة بيكتشف انهم عيلته اللي ما كانش لاقيهم من زمان. وفي اللحظة دي أرلو بيحاول يفهمه الوضع الجديد، وانه لازم يرجع يعيش في حضن عيلته من تاني. وللاسف الفراق دايما اصعب حاجة في الحياة، بس الاكيد ان ذكريات مغامرتهم هتفضل عايشة جوه قلب كل واحد فيهم. واخيرا أرلو بيقدر انه يرجع مزرعته وسط عيلته بعد ما بقى نسخة جديدة كلها شجاعة وقوة، وبكده بيقدر انه يحط بصمته على الصومعة زيهم، وبيكون له مكانة كبيرة بينهم بعد ما قدر انه يتغلب على خوف. وعشان كده خلي بصمتك دايما معانا، واعمل احلى لايك واشترك معانا في القناة عشان يوصلك احلى بندق.